هنعمل النهاردة احلى تتبيلة فراخ بالزبدة والزعتر، تتبيلة ولا اروع. هنعملها تتبيلة الفراخ بتطلع ناعمة ودايبة دوب. انا هبة ودي قناتي، ادخلي قيم المحتوى وقوليلي رأيك في التعليقات ويلا نبدأ. معانا الفرخة بتاعتنا طبعا مغسولة والاول منقوعة يوم بليلة في التلاجة وبمحلول النقع اللي هو ملح وفلفل وليمون وقرفة وجنزبيل. ده منخليش فيها اي ريحة زفر. هنغسلها بعد كده وبعد كده ننشفها من المية خالص. بعد كده بالمناديل المطبخ نشيل اي مية علشان ايه الزفار. هنجيب في بولة الزبدة بتاعتنا حوالي 100 جرام وكوباية زبادي والتوابل عليها طبعا زعتر، معلقة كبيرة ملح وفلفل حسب الحياء اللي انتي تقبليه، ونص معلقة جنزبيل ونص معلقة قرفة. وبعد كده ايه انا حطيت عصرة ليمونتين بس ما طلعتش في الفيديو. بعد كده هنتبل بيهم الفرخة بتاعتنا من ورا ومن قدام ومن فوق ومن تحت طبعا. وهنسوي الفراخ بتاعتنا هنحطها في الكيس الحراري، بس هي مش هتطلع في الفيديو ما تصورتش، يعني كانت الكاميرا شغالة من غير تصوير. فهتتحط في الكيس حراري في الرف اللي في النص على درجة حرارة عالية. هتاخد حوالي ساعة ونص عشان الفرخة دي 1600 جرام. هنيجي نعمل بقى الرز المفلفل. هنا انا حبيت اوريهولكم عشان يطلع رزاية زي الرز المفلفل بالشعرية. هنحط معلقة الزبدة الكبيرة مع الشعرية، كمية الشعرية زي ما احنا بنحب، يعني ما بنتقيدش بكمية الشعرية بنفضل نقلب فيهم لغاية ما كل الشعرية تاخد لون واحد. هنفضل نقلب كده لغاية ما لون الشعرية ياخد كله اللون اللي انا عايزه بالدرجة اللي انا عايزاها. بعد كده بحط عليهم كوباية رز ومغسول طبعا ومتصفي كويس قوي من المية برضو. وبعد كده بقلب الرز والشعرية مع بعضيهم لغاية ما احسش كده، اسمع صوت الرز والشعرية عاملين زي رمل البحر في الصوت. ما اسمع اكن المية كلها تتصفى من الرز. بعد كده بحط التوابل اللي انا بحطها على الرز المفلفل ملح وفلفل اسود وورقتين لورا. بعد كده بقى افضل اقلبهم تاني لغاية ما احس ان خلاص كده فلفل خالص الرز. بطشهم بالمية واحدة. مية دي مية مغلية اهو من الكتل، فانا بحط المية المغلية على مرتين او 3 علشان ايه بتعمل طبعا دخان جامد. كوباية الرز بتاخد حوالي كوباية ونص، كل كوباية رز بتاخد كوباية ونص مية مغلية. بعد كده بنغطيهم ونسيبهم على نار هادية، نوطي النار خالص ونسيبهم يتفرفوا. ادي طلعت الفراخ بتاعتنا، اخدت ساعة ونص في الكيس الحراري اهو. طلعتها بحطها طبعا في الصينية، وبعد كده على لغاية ما ايه خدت الوش الجميل ده. بعد كده هنحطها في طبق التقديم بتاعنا. ادي الفراخ بتاعتنا لما طلعت حطيناها في طبق التقديم، وادي معاها الرز المفلفل رزاية. لما يتفلفل كويس الرز يطلع رزاية والمية ما تزيدش عليه وتكون مغلية. زيادة المية هي اللي تخلي الرز يعجن، او لو المية ما تكونش مغلية. طبعا مش عايزة اقول لكم هي الفراخ ناعمة ازاي وبتدوب ذوبان. ادي الرز المفلفل اهو كل حباية مع بعضه، وادي الفراخ ناعمة نعومة وطرية طراوة. مش عايزة اقول لكم الريحة ايه والطعم ايه، خرافة الطعم يا جماعة. جربوها وقولي لي رأيكم. فضلا وليس امرا لايك وشير وسبسكرايب. لو عجبك المحتوى اكتبولي في التعليقات، ولو في وصفات انتوا عايزيني حابيني اقدمها لكم اكتبوها لي وهنقدمها. والى اللقاء في فيديو جديد.